اهلي وزمالك وزمالك واهلي وقمه جديده النهارده، القمه 111 في تاريخ الفرقتين. الاهلي والزمالك هيلعبوا بعض النهارده على الرغم ان الزمالك ما كسبش الاهلي من 56 سنه. يا ترى مين اللي هيكسب النهارده؟ الاهلي ولا الزمالك؟ وسالنا الناس في الشارع ليه الزمالك ما بيكسبش الاهلي بقاله كتير، وتتوقع مين افضل لاعب في المباراه؟ لو في الكاس انا اعرف ان هو بقاله 57 سنه ما كسبوش، لكن في الدوري من سنه 2007 ما كسبش الاهلي خالص. لما العقده النفسيه اللي عندهم ديت تختفي يعني او تنتهي. مش دلوقتي خالص، كتير قوي. لما مرتضى يمشي من الزمالك ممكن الزمالك يكسب الاهلي في 2047 ان شاء الله. الزمالك يكسب الاهلي ان شاء الله، يعني بعد 20 سنه، بعد 25 سنه لما احفادهم هم اللي يلعبوا. يعني ما اظنش ان الزمالك هيقدر يكسب الاهلي. ما افتكرش انه ممكن يكسب الاهلي. ليه؟ الاهلي جامد بصراحه بالاحلام. طب ليه كده؟ كده هم حظهم كده. لما مرسي يرجع الحكم تاني. اذا مرسي رجع الحكم تاني الزمالك يكسب. لما المنتخب بتاعنا يبطل لعب. امتى بقى الزمالك يكسب الاهلي؟ ان شاء الله هنكسبه النهارده. ان شاء الله هنكسب الاهلي النهارده. الزمالك ان شاء الله يبقى ظابط الاداء.